من بعد الفيديو اللي فات بتاع الألمونيا الدنيا قامت ما قعدتش. في ناس بقى كان عاجبها الفيديو وكلامي صح، وفي ناس طبعا انتقادات، وفي ناس كانت في دنيا تانية لوحدها سألت ازاي محافظة على لمعة الألمونيا وازاي بنضفها وازاي ان احنا نحافظ عليها من التآكل او انها بتخرم منهم اسود كده. تعالي اقولك ازاي ان انت تحافظي عليها وازاي ان انت تنضفيها كويس قوي وتفضل معاكي جديدة زي ما هي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش لايك وشير الفيديو ده وفولو الصفحة بليز ومنشن تحت لاصحابكم في التعليقات. وفي الفيديو ده هقول لكم ان شاء الله ايه احسن انواع الألمونيا تجيبوها، وفي يا جماعة ألمونيا صحية 100% تقدروا ان انتوا تجيبوها لو عايزين حاجة صحية. اول حاجه الألمونيا انا بالنسبه لي في وجهه نظري هي بديل رخيص وكويس وهيعيش للعمر كله. في منها الصحي للي عايز صحي. اساسا انا كنت منزله لكم عشان في ناس كتير قوي علقت على موضوع الصحي ده، ولا دي مش صحيه ولا مش عارفه ايه. لو دي مش صحيه انا كنت منزله لكم الحلل بتاعت AMS وكنت دي صحيه 100%، بس دي انا ما اقدرش اطلع اعمم عليها للناس كلها لان الحله فيها معديه فوق ال 30,000 جنيه الحله الصغيره، ماشي؟ فما اقدرش، بس صحيه وفظيعه وتورث وتعيش معاكي العمر كله وحاجات كتير فيها ميزات كتير جدا، ونزلت لكم الفيديو بتاعها على جزئين، رجعوا للفيديوهات وشوفوها. ازاي بقى هنحافظ على الألمونيا وازاي ان احنا نفضل مخلينها جديده زي ما هي؟ اول حاجه عشان الحله بتاعتك تفضل جديده اهم حاجه ان انت تجيبيها الحله الشاورما اللي هي ملهاش دراعات، عشان اللي ملهاش دراعات دي بتبقى سهله قوي في التنظيف وبتفضل كلها من هنا نفس النظافه زي بعضها. اللي ليها ايد بتبقى بس من الجناب كده، متعرفيش تدخلي ايدك ما بين الايد بتاعه الحله وان انت تنضفي الدهون او الحاجه اللي دخلت، وحتى لو دخلتي بيبقى فيه زوايا كده ما بتنضفش وبتراكم عليها دهون مع الاستخدام، فبتبقى بعد كده شكلها مش لطيف. لكن عشان تفضل جديده كده على طول هاتي الشاورما. ده بالنسبه لي كرأيي، ماشي؟ كل واحد طبعا حر. انا الألمونيا بتاعتي عشان ناس كتير قوي سالت على نوعها ايه، دي مصانع 6 اكتوبر، موجود ليها فرع في الدراسه والفرع التاني في الهرم عند الطلبيه كده، لكن انا ما اعرفش ليها فروع تانية ولا لا، تقدروا ان انتوا تشوفوا على النت، وليها تقريبا الصفحه بتاعتهم برده على النت موجوده. الألمونيا بتاعتها حلوه جدا. طب ايه انواع تانية كويسه في الألمونيا قبل ما نبدا في تنظيفها؟ لو هنشتري في الدهان عندك ممتازه. اهم حاجه يا جماعه الحاجات اللي انا بقولها دي تكون الاصليه منها، ماشي؟ في الدهان عندك حلوه جدا في مصانع 6 اكتوبر، في عبود كانوا ناس بتشكر فيها، في الاهرام، في الشريف، كل الحاجات دي كويسه جدا. والزنوكي حلوه جدا طبعا، اشهر من نار على العالم في الألمونيا. وكمان نازل حاجه جديده اسمها ايفال، بيقولوا انها صحيه 100% ولمعتها خطيره الصراحه، بس انا كهبه ما جربتهاش تجربه شخصيه. طبعا جربت الحاجات اللي هي الدهان ومصانع 6 اكتوبر، الزنوكي، الحاجات بتاعتنا المعروفه. بس لو ناس بتدور على الصحي ففي ألمونيا صحيه، تمام؟ طيب اول ما هجيبها طبعا هغسلها مكان الشارع. طيب عموما بقى في استخدامي انا هستخدم الألمونيا اول ما اخلص استخدامي ليها، خصوصا لو طبيخ. الطبيخ الصلصه يا جماعه الحموضه هي اللي بتخليها تنقر. زمان كانت الحلل بتنقر من الامهات لان كانت ثقافه ان احنا بعد ما بنخلص الاكل بنشيل الاكل في الثلاجه بالحله بتاعته، بقيه الاكل الطبيخ كان بيتساب في الحله. فالطماطم او الصلصه يعني بتبقى فيها حموضه، فالحموضه بتتفاعل مع الألمونيا كانت بتخليها تنقر اسود. وخطوره الألمونيا لما تتنقر اول ما تبدا تلاقي فيها نقط سودا دي خطر جدا. خلاص ده كده زيها زي التيفال على فكره، ما هو التيفال والجرانيت والسيراميك وكل الحاجات دي، ما هي اول ما بتتخدش ما هي خطر. كل حاجه ما دام ما بقتش الهيكل بتاعها سليم بتبقى خطر، ماشي؟ فالألمونيا نفس الحاجات التانية، بس الألمونيا تقدري تحافظي عليها، والألمونيا بتعيش بعد كام سنه اما تلاقيها نقرت، لكن مش بعد سنه سنتين 3، ماشي؟ فازاي بقى ان احنا نحافظ عليها؟ اول حاجه ما نسيبش فيها طبيخ، خلصنا الطبخه نفضي الباقي في علب التلاجة. دلوقتي بقى عندنا علب تلاجة الحمد لله، زمان ما كانش فيه، فدلوقتي عندنا علب التلاجة نقدر ان احنا نفضي فيها الطبيخ بتاعنا ونشيله في التلاجة، لكن ما نسيبهوش جوه حله ألمونيا عشان الحموضه. تاني حاجه اول ما هتخلص هتبوشيها لو محتاجه تتبوش او هتغسليها. هتيجي تغسليها هنغسلها بايه؟ كل مره انا بغسل بالسبونشه العاديه. صراحه انا بحب السبونشه دي جدا في الاستخدام، طبعا مع الحاجات اللي تنفع فيها لان دي فيها زي سلك صغير كده، ماشي؟ فبغسل بيها تبقى حلوه جدا، بتنضف وبتخلي الحاجه بتلمع. في حاجه كمان، كل فتره انا سمعت ان يعني ناس بتقول ان السلك الألمونيا بيعمل تآكل فيها، هو اللي بيبوظها. انا طبعا مش مع الموضوع ده خالص، لاني اعرف ناس يعني جدات
فاهمين؟ جدات ليهم احفاد احفاد كمان ما شاء الله. الالمونيا بتاعتهم ما شاء الله من ساعه ما اتجوزوا من الستينات تحفه، زي دي كده اهو بالظبط، والله بجد زي دي بالظبط. ف بيستخدموا معاها سلك الومنيا، فلو كان طبعا كده كان زمانها اتاكلت هي كمان. بحب السلك الالومنيا اللي هو ده الناعم. السلكه الستانلس انا عندي السلكه اللي هي بتبقى مع بعضها قطعه كده بتتباع في ورقه، دي انا بتقشعرني صوتها كده على اسناني ماشي، فانا مش بعرف استخدمها. انا بحب ده الناعم مش الخشن منه، بحب سلك الالومنيا الناعم. كل فتره بديها دعكه دي كده بترجع الالومنيا جديده حرفيا. بصوا تفضل بتلمع كده زي ما هي تمام. طيب ايه كمان اقدر اعمله؟ استنى بس اسيب دي عشان دي بجد خدلي الدراع. ده مش عصير ومش اي حاجه مش ازازه فاضيه. بصوا اللي جواها ده ايه؟ دي ميه قشر برتقال. انت في الشتاء جبتي البرتقال وكلتيها نرمي قشره؟ لا طبعا، احنا اول ما بنجيب البرتقال نغسله تبقى القشره عندنا نظيفه، نخزن عندنا في الفريزر. لا يا دودو ده مش عصير برتقال، استني هنخزن عندنا القشر في الفريزر، نجمع حبه نسلقهم او نحطهم على ميه ونغليهم على النار، هتنزل لك كل الزيوت وكل الحاجات اللي فيها وكده. ممكن تضربيها بالبلندر، ممكن ان انت تسيبيها كتير قوي على النار، هتنزل كل اللي فيها وتاخدي القشر منها وتخلي الميه تغسلي بيها الالومنيا، تغسلي بيها فراخ، تغسلي بيها اي حاجه فيها زفاره يعني طيور او اي حاجه محتاجه غسيل بعصير ليمون او كده، تقدري ان انت تستخدمي فيها ده. ده كده قشر البرتقال. نفس الكلام في قشر الليمون، تقدري ان انت لو مثلا هتعملي مخلل وهتسلقي ليمون فتاخدي الميه بتاعت السلق بتاعته دي وتشيليها برده في ازايز كده في التلاجة. اهم حاجه تتشال الحاجات دي في التلاجة، هتشيليها في التلاجة برضو ان انت تسحبي منها كده تبقى حلوه جدا. او ان انت تجيبي كيس تلاجة عادي وكل ما تستخدمي ليمون افتحي الفريزر وارمي فيه، واما تجمعي حبه اسلقيهم برضو وخدي الميه بتاعته، تغسلي بيها الفراخ، تغسلي بيها الالومنيا. الحاجات دي بتنضفها جدا وبتخليها تبرق كده. صابون بقى اي نوع صابون انت بتستخدميه كل واحد طبعا وبراحته، مع شويه من دوت مع دعكه حلوه كده. اهم حاجه ان انت الحله بتاعتك تنضفيها على طول، يعني مش مثلا في مره دعكتها وحسيت ان فيها حاجات كده اقوم سايباها وارجع استخدمها. سبتي فيها حاجه لازقه من بره مع النار هتلزق بزياده، مش هتنضف معاكي حلو. لكن انت اول باول نضفيها على طول، ولما يبقى فيها حاجه بوشيها ودعكيها. طيب بوشتها ودعكتها ولسه فيها ما كستلش بقى والحاجه دي من بره خلاص بعد الطبخه الجايه اعملها، لا اغسليها برده، خليها بوشيها واستخدمي حله تانية بكره، وبعدين قومي كل ما تقفي على الحوض ادعكي فيها لحد ما تنضف خالص ورجعي استخدميها. لكن ما تستخدميهاش وهي فيها اي بقع من بره على النار تاني. وبس كده. كنت في الفيديو ده قلت لكم اهم الماركات فيها هي ايه، وازاي ان انتوا تنضفوها، ونوع الحله بتاعتي ايه. هي مصانع 6 اكتوبر. ويا رب اكون افدتكم الفيديو ده، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده في نوم مع هبه. يلا باي.